حبايبتي الامارات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. إيه هنكمل النهارده سلسله اكلاتنا السهله السريعه، اللي ما بتوقفناش في المطبخ كتير في الصيف. هعمل ورقه فراخ، مش ورقه لحمه، لا ورقه فراخ. بجد هتعجبكم قوي يا بنات لو عملتوها. هي سهله قوي وبنحطها في الفرن فمبتاخدش معانا مجهود كتير، وبجد هتعجبكم قوي. وعملت معاها طحينه ورز بشعريه، وبجد بجد كانت اكله تحفه، وكانت ريحتها بجد قلب البيت حرفيا يعني. هنحتاج هنا بطاطس، وبصل وفلفل وفلفل الوان طبعا، وهنحتاج طماطم هبشرها، وفي اي فراخ بقى عندك، صدور فرخة كاملة بتقطعيها قطع، دبابيس، وراك اي حاجة موجودة عندك، فراخ عادي. اغسليها كويس بالملح والخل والليمون زي ما احنا متعودين. و هتجهزي بقى الخضار بتاعك. انا قشرت الخضار بتاعي وظبطته وحطيته في مصفى وغسلته كويس، وهقطعه تقطيعه حلوه. والطماطم بحب ابشرها، بجد بتبقى تحفه قوي ومختلفه وبتدي طعم وريحه حلوه، غير ما بقطع الطماطم كده. انا قطعت الخضار بالشكل ده، شايفين الالوان عامله ازاي؟ بجد شكلها يفتح النفس. و آه، اي تقطيع انت عايزاها براحتك، بس انا قطعتها بالشكل ده. وهحتاج بقى معلقه ملح، نص معلقه فلفل، نص معلقه جوز الطيب، نص معلقه جنزبيل، ورق لوري، وثلاث فصوص ثوم مفرومين، وربع معلقه كمون. وهتبل الحاجات بتاعتي بقى، الخضار بتاعي هحط التوابل على الخضار بتاعي وهتبله كويس قوي. وهضيف برضو عليه الطماطم بالشكل ده، وتتبليه كويس قوي، يعني كل قطعة من الخضار يكون واصلها التوابل بتاعتك. وضفت عليها الطماطم المبشورة. الطماطم المبشورة بتبقى مختلفة جدا عن الطماطم المتقطعة او المضروبة في الخلاط، انا بحبها اعملها كده، بجد بتبقى بتفرق قوي. بس تبلتها كده كويس، حطيت قطع الفراخ بتتبليها برضو بالشكل ده مع كل المكونات بتاعتك، وبتدخلي التتبيله الحلوه القمر بتاعتنا دي في كل قطعه في الفراخ، وبين الجلد ولحم الفراخ برضو بدخل كل التتبيله فيها بالشكل ده. تمام يا بنات، الموضوع سهل جدا، وبجد ريحتها حلوه قوي من قبل ما احطها في الفرن اصلا يعني. لو عندك اي خضار بقى، خضره يعني، شبت، كرفس، ممكن تحطي حته برضو بتدي ريحه حلوه قوي. انا كان عندي نعناع، حطيت يعني شويه نعناع كده، بجد بتفرق قوي برضو في الطعم، وريحته بتبقى بجد يعني قلب المكان حرفيا. هتعجبكم جدا، جربوها. هي سهله قوي، وبجد بجد هتعجبكم. لو اول مره تعمليها هتطلع معاكي تحفه. طيب هنعمل ايه بقى بالمكونات اللي احنا عملناها؟ هجيب ورقتين فويل بحطهم عكس بعض بالشكل ده، وبحط فوقيهم ورقتين ورق زبدة بحطهم برضو عكس بعض. بضيف كل المكونات بتاعتي بالشكل ده، تمام، وبقفل كويس قوي بالشكل ده. وهحطها بقى في صينية او في بريم او في اي حاجة، وبضيف في الصينية شوية مية سخنين، يعني ربع كوباية او نص كوباية، وبدخلها على فرن سخن. من قبل كده بكون مسخناه. هي كانت بالشكل ده. بعد ساعة، ساعة وربع بفتح عليها. كانت يعني اتأكدت ان الفراخ استوت، فتحت عليها الشواية لحد ما ادتني اللون ده. كده تمام. وجهزت الطحينة بقى الجامدة بتاعتي، وعملت رز بشعرية، وكانت بجد أكلة تحفة قوي، وبجد بجد مختلفة،
طعمها وريحتها بجد كانت قلب البيت والله يا بنات. فجربوها وان شاء الله تعملوها احسن من كده. ودي برضو من الحاجات السهله اللي ممكن نتعلمها بسهوله وببساطه. لو اول مره هدخل المطبخ هعملها، ما فيهاش اي افتكاسات يعني، والمكونات بتاعتها بسيطه جدا. اهم حاجه التتبيله والبهارات الحلوه. واتمنى الوصفه تكون عجبتكم، ولو عجبك الفيديو اعملي اشتراك في القناه واعملي لايك، واشوفكم في وصفه جديده ان شاء الله. واتمنى ان كل وصفاتكم بتعجبكم وتستفيدوا منها.